تحياتي متابعين قناة مصطفى فلوك. الخط الأضعف للمنتخب المغربي والخط اللي فضاح وليد الركراكي اللي باقي كيعتمد على العاطفه المطلقه. ما تنساوش تبارطاجيوه باش وديروا اللايك وتعليقات باش يوصل هذا الفيديو هذا وليد الركراكي وجميع المغاربه. وشكرا جزيلا لكم وغنكون ممن لكم الى وصل وليد الركراكي. الخط الاضعف للمنتخب المغربي واللي فرش فيه وليد الركراكي وتفرج وبان بانه كيعتمد على العاطفة المطلقة. الخط اللي كيعاني من انعدام الجاهزية والتنافسية وانعدام الاستقرار في العطاء. أناحي بشهادة عدة مدربين انعدام الاستقرار في العطاء هو السبب اللي كيخرجوا اللي كيخليه في دكة البدلاء. وإلا شفنا في دكة البدلاء راه منطقي وبشهادة مدربين كبار، إيغور تيدور، مارسيلو اللي سبابه استقل، كاتوزو، جو لويس كاسي، كلهم كيخليوه بنكة البدلاء وكيحاولوا معاه بيرو ما لقاوش معاه حل. أمرابط هو أيضا بدون جاهزية وبدون تنافسية وبدون استقرار في العطاء. كان قدامه سامي اللي مأمن له كان كيعاونو ب 80% في الاحتكاكات في تخسير الكرة ونرفزة اللاعبين اللي كيخرجهم من التركيز وبالتالي كتوصل الكرة سهلة أمرابط. أما إلا لعب حدا قدامه إبراهيم راه غيعاني منهم بجوج، لا أناحي ولا أمرابط، حيت اللي لاصقين معاه لا غادي يمدولو الكرة ما كاينينش نيكسيست با. ويوقع نفس المشكلة دياز اللي غادي يعاني مسكين بزاف وغادي يدير مجهود، غنشوفو كيدير مجهود كبير باش ما يوقعلوش كما وقع الامين حارث وعبد الحميد الصابري منين كيضيعوا الكرة بالدريبلاج كترجع هجمة عكسية. وعندك غير تقولنا با وليد بان ابراهيم دياز ماشي ملاعبي حيت هو تا كيدريبلي وغتضيع له الكره، حيت في الادغال الافريقيه ماشي في البطولات الاوروبيه راه الادغال الافريقيه يديروا عليه جوج الماركاج، ضروري الماركاج ما فيهاش. الحل ديال بلال الخنوش بين بالواضح في جوج مباريات اللي لعب في كاس افريقيا بانه باقي ما وجدش ما كيسيرش الادغال الافريقيه الريتم ديالها باقي خصو تجربه وكيخرجوه من التركيز بسرعه بالنرفزه وبالعوب وبلاصو صراحه مع السكيتيوي في تحضيرات كاس العالم الاولمبي. هو نفس الاشكاليه لا الامير ريتشاردسون ولا العزوزي اللي مساكن ديما مظلومين معاك وبلاصو مع دكة البدلاء. ما غادي نمشيو نشوفوهم في كاس مع المنتخب الاولمبي مع السكيتيوي ما غادي نشوفوهم معاك حيت انت راه ضروري ما غتعطي وقت كثر لأمرابط باش يسترجع الجاهزيه ديالو. وكيتعدوا ثلاثه بهم هاد اللاعبين المنتخب الاولمبي وكيتعدى معاهم حتى المدرب الاولمبي سكيتيوي. وبسبب هذا المشكل هذا نضتي انت ساهمتي في اقاله الشرعي. عندك اللاعبين با والد، عندك عبد الحميد الصابري، عندك امين حارث، عندك عمران لوزة، عندك يوسف ماله، عندك ايمر مبرقوق. وحتى الا شفناهم في دكه البدلاء هادو كيكون عندك دكه البدلاء قويه عندها تجربه وعندك حلول قويه. بالحق ابا وليد بان بالواضح بانك احسن مدرب في صناعه المبررات. كنتمنى من المتتبعين الكرام يعطيونا تعليقات، شوفوا واش متفقين مع الطرح هذا ولا ما متفقينش وفين حتى لاش متفقين، ويديروا لنا تعليقات ويديروا لنا لايك ويبارطاجيو باش يوصل هذا الفيديو هذا لاحسن ملاعبيه المغاربه كاملين ويوصل لوليد الركراكي ونشوفوا على الله نساهموا وتساهم انت بيدك بهذا البارطاج هذا في توصيل هذه المعلومه وتعبير كما كيقولوا نحلوا العينين ديال وليد الركراكي. راه عزيز علينا بزاف ما بغيناش الجمهور يبقى ينادي وحنا بدنا نناديو بالرحيل ديالو. وشكرا للجميع.